بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مها من قناة اكلات ويوميات مها. اللي اول مرة اشوف فيديو ليا او قناتي يا ريت يشترك فضلا وليس امرا، وكمان يدوس على زر الاشتراك اللي بالاحمر عشان كل، وكمان يدوس على اللي هو الكل عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصل له الاشعار بتاعه. النهارده بقى يا بنات روتين كده جامد جدا جدا، وهنعمل اكله حلوه قوي كمان ومحدش يختلف عليها خالص والناس كلها بتحبها. حتى لو عملتها كل يوم برضه مش هتزهقي منها. بس اول ما بدأنا كده يومنا النهارده هبدأ الغسيل عشان اخلص بدري بدري، وكمان انشره على طول، ونبدأ بقى نخش المطبخ ونشوف هنعمل ايه. روتين قوي، وطبعا انا ما بصورش كل اللي بيحصل في اليوم بتاعي فعشان برضه متزهقوش، بس يعتبر بديكم مقتطفات بس من اللي انا بعمله. خلصت غسيل وخلصت نشير، وشوفوا السرعة ما شاء الله والشطارة، ده اهم حاجة الشطارة يا بنات. لازم تبقى شاطرة في بيتك وسريعة كده، كل حاجة تعملها بسرعة بسرعة وتخلصي نفسك. المهم بقى هنخلص بقى زي ما وريكم كده النشير ونشرة كل حاجة مظبوط. هنخش هنعمل النهاردة أكلة بقى يا بنات لو قلتلكم محدش بيختلف عليه. هنخش نعمل محشي. ما تزهقش من المحشي؟ لا، محدش بيزهق من المحشي. المحشي ده ملك السفرة يعني، او ملك برضو الطبلية عادي، سواء سفرة طبلية، المهم يبقى موجود بس وخلاص. المهم زي ما متعودين يا بنات معايا، والنهارده من لحمة كمان. وعارفين بقى اللحم وما أدراكم ما اللحم، اللي عنده لحمة عنده كنز. اللحمة سعرها ما شاء الله عالي عالي قوي يعني، ربنا يرحمنا. المهم هنعمل بقى نبدأ نقلي كده للمحشي بتاعنا، وهعمل بقى زي ما انتم شايفين قليت. انا ما بقليش قوي يعني، ما بحمرش البصل يا دوبك، بس بشوحها في معلقة السمنة او شوية الزيت مع شوية البهارات، يا دوبك ريحتها تطلع، وتقومي نازله عليها بالطماطم او الصلصه بتاعتك اللي انت عاملاها. ما بحمرش او ما بسبكش او الطماطم برضو، الطماطم ما بسبكهاش للدرجه ان هي يعني تبقى تقيله او لا، تبقى صيصه برضو كده طعمها حلو. المهم كل البهارات بتاعتنا معموله، فهنعمل محشي النهارده يا بنات. وده بقى ورق العنب انا كنت مفرزاه، كل ما اروح السوق اجيب شويه واقوم عيناه. كنت الاول بعمله ازاي بقى، بسلقه او باخده يعني ايه، مش سلقه سلقه، الميه تغلي واقوم حطاه وارجع اشيله واسيبه يبرد، واقوم رصاه فوق بعض وعينه في اكياس والفريزر. وساعات وبيبقى طعمه برضه حلو وجميل جدا، ما بيبقاش فيه حاجه، بس بحس ان هو بيتكسر معايا وانا بحشيه يعني وبلفه. فقررت اعمل بقى ايه الطريقه ديت اللي انا اقوم عاملاه، جايباه اخضر زي ما هو، اقوم رصاه على بعضه واحطه في الفريزر. ما شاء الله بيبقى طعمه حلو جدا وبيبقى جميل، بس عشان تاكليه مظبوط اتك عليه في السوا شويه، او اسلقيه سلقه نظيفه يعني. انا ما بغسلوش ولا حاجه قبل ما افرزه، انا بس بمنديل كده مبلول او فوطه مطبخ، وابدا امسح ورقه ورقه واقوم رصاها فوق بعضها يا بنات، وبحطها في اكياس في الفريزر او اللي هو الاسترتش ده، واقوم لفاه على بعضه واقوم حاطاه في الفريزر. خلاص الطماطم بتاعتي خلاص اتسبكت ما شاء الله جميله خالص وحمرا هي. هبدأ انزل بقى عليها بالرز، وكمان متنساش بقى شعرة النعناع اللي بتخلي الخلطة بتاعة الرز في حتة تانية، بتبقى ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، بتبقى الطعم تحفة. هنغسل بقى كمية الرز بتاعتنا ونحطها على المحشي كده او على الصلصة، وهنقلب ونحط طبعا الخضرة بتاعتنا. والخضرة بقت غالية برضو قوي يا بنات، يعني الربطة مفيهاش عودين تلاتة ب5 جنيه، وساعات يقولك ب7 جنيه، وفي سمعت بس انا صراحة ما شفتهاش يعني بيقولوا الربطة ب10 جنيه. فالله يعني ايه، ربنا يحفظنا كده ويعيننا على اللي احنا فيه. المهم ايه، غسلت الرز وحطيته، طبعا انت مظبطه خضارك، مظبطه البهارات بتاعتك، مظبطه ملحك، فلفل اسود، كمون، كزبره، بهارات 7 بهارات. دي بقى كنت مفرزاها. دي بقى فايدة التفريزات يا بنات، انت بتبقي مفرزه الحاجه وعينها في الفريزر، سواء غليت ما غليتش انت عندك في الفريزر، مش هتحتاجي او مش هتبقي مثلا مزنوقه في حاجه معينه. لان حاله محشي زي دي يا بنات مش عايزه لها اكتر، ولا يبقى اكتر من 20 جنيه او 25 جنيه عشان تعرفي يبقى لها ريحه. لا، فالتفريز حلو جدا ايام الشتاء، والشتاء خلاص قربنا عليه اهوت. الخضره ما شاء الله هتبدا تزيد، الخضار هيبدا يزيد، هاتوا وفرزوا وحطوا في الفريزر. ارمي كل ما تروحي السوق هاتي مثلا بزياده، هتجيبي مثلا طبخه ليك هتطبخيها والباقي اعمليه في الفريزر. هينفعك وقت الزنقه، هينفعك وقت انت مش معاكي فلوس مثلا ومحتاره تعملي اكل، هتطلعي من الفريزر وهتعملي مثلا
تعبانه مش قادره تروحي السوق، هتطلعي من الفريزر وتعملي. مفيش خالص، هتطلعي برضو من الفريزر وتعملي. فدي يا بنات التفريزات مهمه جدا وحلوه جدا، وبتساعدك كمان في ايام انت بتبقي محتاجه ليها. فانا صح من الشتا جاي والخضار بتاعه بيبقى حلو جدا وكمان كتير، هاتوا مفرزه. مش بقولك هاتي كميه كلها على بعضها، او مثلا هاتي كميه كبيره او اقعدي بقى طول النهار وظهرك ينقطم، لا. كل ما يبقى معاكي مثلا، او مثلا كل انت رايحه تجيبي طبخه، هاتي منها مثلا بزياده كيلو، بزياده 2 كيلو، ابدأي فرزيهم وعينهم في الفريزر. هينفعك والله، وهتبقى كمان مش هتحتاجي اي حاجه. هبدأ بقى الف ورق العنب يا بنات. وطبعا بقى ايه اللفه حلوه كده، والصباع كده صغير، ويبقى طعمه حلو كده وجميل. حتى ساعتها كان النور قاطع، فطلعت قعدت في البلكونه بره. كان الجو حر، وكان خلاص بقى يعني قلت لا. خدت كل العده بتاعتي بقى، والرز والورق العنب والحاجات دي كلها، وقعدت بره في البلكونه. السور طبعا بتاعها عالي، فمحدش كده كده شايف، وانا قاعده في الارض. وكمان خلصت بقى كل كميه ورق العنب بتاعتي، وهروح على البوتاجاز عشان نزود، وطبعا يكون اللحمه بتاعتي خلاص استوت، والشوربه بتاعتها ما شاء الله كان طعمها حلو. فبقى ايه، سويت. ودي بقى كانت حلة كرنب كده برضو، كنت انا مفرزاه. عملتها هي، اي نعم حاجة بسيطة، بس كان طعمها حلو ما شاء الله. ادي المحشي ورق العنب اهوت. وكمان الشوربة بتاعتنا ما شاء الله رايقة وطعمها جميل. وكمان ورق الكرنب، ما تقوليش مفرز، ما شاء الله كأنه لسه جاي من الغيط. ايه رأيكم بقى يا بنات؟ ما تنسوش بقى اللي وصل معايا هنا كمان يحط لي لايك ويدعي لي دعوة حلوة من قلبكم. وادي اللحمه كمان رشين عليها بقى شويه ملح كده وفلفل اسود، والشوربه بتاعتنا. ودي بحثت اللحمه كده كنت محمراهم، عشان عندي البنات ما بيحبوش اللحمه، فقلت ايه يعني اغشهم شويه، اقوم محمراها بقى في شويه معلقه سمنه كده، ورش عليها ملح وفلفل. يمكن ربنا يهديهم وياكلوا. المواعين بقى وبعد الغدا، وكمان ده كمان يعني المواعين اللي هي قبل كده غسلاها، اهي زي ما انتم شايفين. لكن دي المواعين بعد الغدا. والبوتاجاز، وده ما شاء الله المحشي اللي اتبقى يعتبر احنا ما كناش اصلا يعني. المهم كل الحاجات دي كلها هتتظبط وهتتروق، وهنغسل المواعين وهنغسل البوتاجاز، وكمان هنروق الشقة بعد الغدا. وادي يا بنات المواعين اتغسلت وكل حاجة، والمطبخ اتفرش واتكنس. هنطلع بقى، نطلع برا. هنشيل الحافظة ونكنس الصالة كده، وكمان الحافظة هحطها انقعها عشان تتغسل. هو صراحة كان يوم طويل وكان يوم مرهق، بس يعني لما بتلاقي الانجاز قدامك، وبتلاقي ان انت عملتي حاجة او انجزت في حاجة، بتبقي مبسوطة وفرحانة. يا رب ما ترحموش من بيوتكم، ولا من سعادتكم، ولا من صحتكم، ورب كل واحد يرزقه باللي هو بيتمناه. اشوفكم بقى في فيديو جديد، وما تنسونيش بدعوة حلوة من قلوبكم لعل الله يستجيب لكم. ما تنسونيش دعوة ولايك واشتراك، ومع السلامة.